سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ونلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. ايوا اختي، جيت نفكرك بهاد الحصاله هادي، ياك ما نسيتيها. انا كنت بارطاجيتها معاكم في الفيديوهات الاولين ديالي. كنت قلت لكم راه كندير فيها هكا الصريف، كندير فيها غير عشوائي، كندير فيها درهم، 2 دراهم، 3 دراهم، المهم اللي كان 10 ريال، 5 دراهم، اللي كان 10 دراهم، المهم اللي كان كنديروا فيها. ومن بعد كنت قلت مع راسي علاش ما نديرش فيها هكا باش زعما كنعمرها دغيا، علاش ما نديرش فيها 20 درهم كل سيمانه. وكنت بارطاجيت معكم قلت لكم راه غادي نبدا ندير فيها 20 درهم كل سيمانه. مع ذلك غنبقى مستمره في داك العشوائي، نبقى نلوح ديك الدراهم الاخرين. صافي بقيت كنديرها تقريبا، ولكن ما بقيتش فيها صراحه. تقريبا كنت كنديرها واحد شهر ولا شهر وشي حاجه قبل ما نتحول. صافي ملي كنت باغا نتحول وتلاهيت مع الرحيل وهذا، ما بقيتش كندير فيها ديك 20 درهم كل سيمانه. وليت كندير فيها، ما غفلتش عليها بالصرف، كنلوح فيها هكا الصرف، درهم 2 دراهم، المهم اللي كان اللي عطا الله كنديروا فيها. صافي هذيك باقا لحد الان ما بقيتش كندير ديك القضيه ديال 20 درهم كل سيمانه. مده هذه ما درتهاش، ولكن ما غفلتش عليها. ايوا دابا بغيت نلوح فيها هاد 10 دراهم، وقلت نفكركم فيها، وقلت هكا باش نشجعكم الا ما كنتوش دايرين الحصاله. نوض اختي وتشري هاد الحصاله وديريها، راه والله العظيم الا زوينه الحصاله، زوينه. اي حاجه درتيها فيها راك غادي تنفعك، غادي تنفعك سواء درتي القليل ولا درتي الكثير. المهم الحصاله تكون عندك في الدار. ايوا المهم اختي، هادشي اللي كاين. وان شاء الله باذن الله قلت غادي نفتحها يا اما قبل العيد الكبير ان شاء الله، الا بقينا في الحياه، الا طولنا الله في العمر، غادي نحلها ان شاء الله قبل العيد بشي سيمانه ولا من مورا العيد. المهم الوقت اللي غادي نحلها ان شاء الله غادي نبارطاجيها معكم وغادي تشوفوها معايا. صافي متفقين؟ وقتي اللي ما كنتيش دايره الحصاله نوض ديري الحصاله. ايوا اختي، المهم حبيت نشارك معكم هكا الحصاله باش نشجعكم شي شويه. شوفوا هاد الحصاله والله العظيم الا اختي كتنفع. الا كنتي من الناس اللي ما كيقدروش يخليو الحصاله ديالهم تيتجمعوا فيها الفلوس، حيت انا كنت من هاد النوع، كنت زعما من النوع اللي كندير فيها شويه صافي يدي كتاكلني كنمشي كنحلها. صافي كنجبد ديك البركه اللي فيها، باقا ما كملاتش داك المبلغ اللي بغيت، ولكن يدي كلاتني اختي ومشيت حليتها. كندير فيها شويه. صافي بديت هكا بشويه بشويه، بديت كنقول لا خصني نخليها، لا خصني ولفتها. دابا ولفتها. سبحان الله، ملي كنحل هكا الحصاله كنجيب وحده جديده قبل ما نحل هذيك، كنجيب وحده اخرى وكنحطها، غير كنحل هذيك وكنبدا عاوتاني في هذيك. وكما قلت لكم اللي جاب صيد ربي اللي كاين. ما تسنايش اختي تيكون عندك المبلغ زعما كبير، تكون عندك 500 درهم تقولي ونتسناتها تشيط ليا 500 درهم، نتسناتها تشيط ليا 200 درهم. لا، اللي كان عندك عرفتي غير هاد الصرف هذا، مره درهم، مره 2 دراهم، مره 10 دراهم، مره 5 دراهم، اللي كان كتبداي تلوحيه غير هكا عشوائي. والله العظيم الا سبحان الله كتلقاي الحصاله ديالك ملي كتحليها كتلقاي فيها واحد المبلغ ما كنتيش زعما تخيلتي يكون داك المبلغ. قلتي غيكون فيه قال ولا هكا، حيت قلتي مع راساتك راه كنجمع غير درهم 2 دراهم ماشي شي حاجه. ولكن راه ملي كيتجمعوا دوك الدراهم راه والله الا كيوليو واحد المبلغ لا باس به. وانتي ملي مثلا غنعطيك مثال دابا، الا حليتي الحصاله ديالك في واحد الظرف كنتي محتاجه فيه شي حاجه، وكاينه ديك الحصاله الحمد لله وحليتيها، لقيتي فيها غير 100 درهم، 150، 200 درهم، شكون عطاها لك؟ شكون عطاك ديك 200 درهم؟ غتمشي غتقضي بها الغرض. هذا هو الهدف ديال الحصاله، هذا هو الهدف، انك تجمعي في الحصاله. وكاينين بزاف ديال الاهداف. الحصاله ملي كتجمعي فيها داكشي اللي كتجمعي فيها راه ما غاديش يضيع، راه غادي ينفعك، غينفعك. كاين مثلا ملي كتحتاجي شي حاجه في دارك، في الكوزينه ديالك وهذا باغا تاخديها، كتجمعي ليها شويه بشويه وكتصبري على ديك الحصاله. نهار كتحليها كتمشي تجيبي ديك الحاجه وكتفرحي بها. خليني من ديك الحسابات الخاويين اللي كديري وداكشي اللي كيدور لك في راسك. لا، انا كاع جمعت درهم، 2 دراهم اش غدير ليا؟ وبديتي كضربي دوك الحسابات في دماغك. لا، شحال غتعطيني في العام درهم؟ ايوا صافي جمعنا الفلوس. الا بقيتي كتفكري فحال هكا وكتقولي درهم اش غدير ليا، 2 دراهم اش غدير ليا، وكتسني انك دير واحد المبلغ كبير، عاد تبداي تجمعي، غتلقاي راسك داز عام، داز عامين، تلقاي راسك دازو ايام
وانتي ما جمعتي حتى شي حاجه، بقيتي كي كيقولوا لا ديدي لا حب الملوك، ما بقيتي جمعتي درهم، ما جمعتي 2 دراهم، ما جمعتي 5000 درهم، ما جمعتي 500 درهم، ما جمعتي حتى وحده فيهم. وعلاش اختي؟ داكشي علاش خصك تشوفي انتي الحاله الماديه ديالك كيفاش دايره، وانتي اللي عارفه على اش قادره، واش قادره على الدراهم، واش قادره على 500 درهم، 1000 درهم، 2000 درهم. خليني من دوك الفيديوهات ديال اجي نوريك كيفاش تجمعي مليون في 3 شهور. مليون في 3 شهور اختي راه معروفه كيفاش غتجمعيها. راه مليون في 3 شهور راه عندك 3000 درهم، كتر من 3000 درهم في الشهر. 3150 ولا شي حاجه بحال هكا. المهم كثر من 3000 درهم، ما درتش ليها الحساب، ولكن كثر من 3000 درهم الا بغيتي تجمعي داك مليون في 3 شهور، ولا خلينا كاع في 4 شهور، وانت عارفه الحاله الماديه ديالك ما قادراش تحطي داك المبلغ. داكشي علاش سير اختي على جنب الحيط، ديري حصاله ديالك. بحال هاد الحصالات راه كينفعوا. انا بعدا كنديرها سبحان الله العظيم. كنت شحال هادي ما كنتش كنصبر عليها، كنت غير كنديرها، كنبدا نحلها. صافي وليت دابا كنديرها، ملي كنحلها كنجيب وحده اخرى قبل ما نحلها. داكشي علاش غنقول لكم اختي ديري الحصاله على قد جهدك، والفلوس هكا الواحد ضروري يحط شويه لدوير الزمان. اختي في هاد الوقيته هادي اللي ولينا فيها في هاد المعيشه وهاد الغلا، راه واخا تبغي تحطي المبلغ يكون كبير. داكشي علاش اختي عقدي بالدراهم قدرتي غير بالدراهم ما عندكش تحطي المبلغ كبير، قدرتي غير بالدراهم. تيسهل سيدي ربي، تيسهل سيدي ربي وتحطي مبلغ كبير. والمهم اختي، واحد المثلجه في بالي بغيت نقولها ونسيتها. قال لك خبي الدرهم الابيض النهار اللي كحل. هو نتمنى نكون قلت المثله هي هذيك وليت اختي كنقول معكم الامثله. ايوا نهضر لكم شويه اختي على الخضره. طلعت لينا حتى هي السما جا ما ينزل علينا. يا اختي الله يدير شي تاويل الخير. اما الصراحه الغلا كاين اختي، الغلا هنايا في كازا كلها كيلغي بالغاه، كل جهه وباش كتبيع. واختي الله يدير تاويل الخير وصافي الصبر، الله يرزق الجميع. المهم هنايا الخضره انا جبتها نهار الخميس، صافي تقديت وجبتها وغسلتها. من الاحسن انكم غير تجيبوا الخضره ديالكم، مهم صبري يا اختي ونقيها وقديها في الثلاجه باش اختي باش ما تخمجش لك وما تخسرش. انا كنغسل كلشي الا خيزو، هو اللي ما كنغسلوش حيت فايت ليا غسلته وخسر ليا. صافي غير كنحيدو من البلاستيك اللي كان فيها في السوق، كنحطوا واحد شويه يضربوا شويه د الهواء هكا وصافي كنرجعوا البلاستيكات. هاد البلاستيكات ديال بيم زوينين. وصافي اختي ونقيت كلشي وقديته الحمد لله، اللهم ديمها نعمه وحفظها من الزوال. هنا غادي نوجد معكم واحد البسبوسه ديال الليمون، كتجي زوينه كتجي رائعه. هنا درت انا غير نص كاس ديال السكر، ولكن نتوما ديروا الكاس الا كتعجبكم تكون حلوه. انا درتها ناقصه السكر، ودرت واحد الفاني و3 ديال البيضات. طربت كلشي مزيان. كاس ونص ديال الليمون وكاس ديال الحليب وكاس ما عامرش بزاف ديال الزيت. صافي طربت كلشي مزيان. ودابا غادي نضيف عليه السميده. نتوما القياس ديال السميده اللي غادي ديروا، مثلا انا هنايا درت هاد الزلايف، درت 3 ديال هاد الزلايف راهم غير صغار ماشي زلايف كبار، ودرت معاهم زلافه وحده ديال الفورس. المهم نتوما الا درتو 2 كيسان ديال هذا ديال السميده ديروا غير كاس ديال الدقيق. صافي درت واحد شويه ديال القشور ديال الليمون، ودرت معاهم معلقه ونص ديال الكوك. صافي اختي طربت كلشي مزيان، ومن بعد درت 2 ديال الخمارات. وصافي هنايا المول دهنته بالزبده، من بعد رشيت عليه شويه ديال السميده وفرغت فيه الخليط ودخلته للفران. هاد السيرو هذا درت فيه كاس ديال الليمون ودرت فيه معلقه ديال السكر ودرت فيه واحد الفاني. صافي غليته مزيان، من بعد غير خرجت البسبوسه من الفران باقا سخونه وهو كان بارد. صافي من بعد سقيتها. كان هذا هو الفيديو ديال هذا النهار. نتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبكم الفيديو ما تنساونيش من واحد اللايك. وبسلامه عليكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.